بسم الله يا فتاح يا كريم. قرب لا بورد يا حباب. وعندك واحد تمر هندي لهون. قرب يا حباب، قرب على البارد. قرب لا بورد، قرب على الطيب. يا سمرة يا تمري هندي، يا أطيب مشروب عندي. افتح هيك باب البراد يا غوالي ولاقي النينة هيك عرقانة من كثر مو باردة. انتو امكم كمان كانت هيك بتعرفوا سطل اللبن ابو الكيليين كانت تحطوا فيه للعرق سوس دائما. السلام عليكم يا غوالي، بعتني لعنكم ابو عصام. اليوم بدنا نعملكم عرق هندي وتمر سوس وامر الدين، يعني هي اهم شغله على طاوله السفره، اساسيه يعني صار بدها، يعني عرفتوا كيف شوبنا الله وكيلكم. فخلينا هلا نبلش على السريع، وحنساويهم شوفوها بطريقه سريعه، يعني بدون تنقع 3 ايام وتحط حمض المدري شو على مدري شو ويتفاعل المدري وتستنى عليه شهرين 3. لا لا لا، هيك على السريع السريع، يعني الناس اللي ما عندها وقت كيف تساوي هي المشروبات بكل سهوله. وهلا شرفوا معي. سمعانكم عم تقولوا اليوم شكله ما في مسابقه. لا يا غوالي، اليوم في مسابقه، نحن ما عندنا شيء بدون مسابقه. اليوم الفيديو برعايه شركه نيو بارك للاجبان والالبان، مقدمين لكم 50 سله غذائيه من منتجاتهم الظريفه اللطيفه، شيء لبنه، شيء جبنه، شيء زبده، شيء ما بعرف شو. المهم قيمه السله كلها 30,000 ورقه سوري، وهلا رح نحط لكم صورتها. شوفوها خلينا نبلش. اول شي بدنا كاستين سوس. السوس في انواع، في واحد بيجي شعر كتير، في واحد بيجي بودرة كتير. اي نوع متوفر عندكم شغال. يا جماعة بدي لكم شغلة بصراحة، يعني بيني وبينكم انا ما بطيق العرق سوس، هي من الاخير، يعني انا عاشق للتمر هندي والجلاب وهي القصص. هلا خلينا نفرفدهم. انتوا على كل حال اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو بتحبوا تشربوا برمضان. معلش اكتبوا لنا تحت شو بتحسوا لما بتشربوا العرق سوس. وهلا بنحط لهم قدر نص معلقة كربولة، كربونات الصوديوم، بيكنج صودا. تلاقوا هيك السوسات عم يرغوا رغي، عم يطلع رغوه منهم، طبعا من ورا كربونات الصوديوم هن اللي بيعطوا هي الرغوه يعني. هلا بنسلخهم شو نص كاسه مي. بسم الله. حلقي كله صار غبره، يعني حلقي كله صار غبره السوس، يعني حسيت حالي سلخت 3 كاسات سوس ولسه ما بلشت. هلا بنفركهم هيك بالمي، بعد ما شربناهم هي المي نفرفدهم هيك. واول شمس على ايدك اليمين بتنشر لي اياهم فيها يا غالي، ابو ساعتين بتنشرهم هنيك ساعتين بتلاقيهم نشفوا وبعدها بنشتغل فيهم. يلا هيك صار يا غالي ناشف عادي، يعني لازم هيك شوي تنشف الرطوبه يلي فيه. وهلا بدنا نجيب قماشه بيضاء، معيتك ناولينا هي القماشه احسن ما نكبها. هلا بتجيبوا القماشه تحطوها هيك، وبتجيبوا هدول السوسات وبتكبوها، قصدي بتحطوهم عليها. هلا خلينا نسكر عليها. هلا حاعملكم اياها بطريقه اللي كانت امي تعمله، كانت كل يوم برمضان تعمله، فهي بس تبلش تشتغل فيه انا اهرب من البيت، يعني اهرب من المطبخ اساسا. نمسك هيك ماشي، بنمسك هيك ومنربطه. بسم الله. اربطوه منيح بس مشان ما يهرب. بنجيب زبديه فيها 1.5 لتر مي وبننزل عليها هي السره، هيك ما عاد في داعي تحطهم على صينيه وتقطر عليهم وتكتشف الذره، يعني ما بعرف الصراحه انا شو الفكره. في نقطه كمان كتير مهمه، خمير ياسوس. السوس هذا اللي بتشوفوه الاسود كتير عند المحلات، هذا مضروب صبغه للجو، يعني السوس ما لونه هيك، السوس لونه على بني. وعلى سيره السوس تعالوا احكي لكم هالسيره يلي مالكم فيها. مره بزماناتي فايق بنصاص الليالي، يعني كان قبل السحور، يعني بتعرفوا الواحد هيك عطشان بيكون، وافتح هيك باب البراد يا غوالي ولاقي النينة هيك عرقانة من كثر مو باردة، ونظري ما كان مزبوط، يعني كنت يا دوب مصحصح فكرتها تمر هندي، دقيت فيها هيك وكر كر 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 وعلى كروعة. انا كروع من هون ولحموت من هون. بعد ما كرعت نص القنينة اكتشفت انه هذا عرق سوس مع الاسف. وهلا بننزلها هون. بسم الله. كل شوي بنعمل لها هزة، كل شوي بنعمل لها هزة. هلا شو بنضيف عليها؟ اذا بتحبوا هي الاضافه اللي هي نقطه ما زهر، بنحط نقطه واحده ما زهر. وهلا بنتركه بالبراد لحتى يبوظ على الاخر. صحيح انا امي كانت ما تحطه بهي، كانت تحطه بسطل اللبن. انتم امكم كمان كانت هيك، تعرفوا سطل اللبن ابو الكيليين كانت تحطه فيه للعرق سوس دائما. وهلا اجينا للتمر هندي. انا بعشق التمر هندي، يعني بعطيكم تمر هندي شغل ابراتب، يعني بترجعوا لعندي من الاخير. التمر الهندي الغامق، انتبهوا، في فاتح اشقر وفي غامق. الغامق عشق. عندي هذا الباكيت 400 جرام. شو بنساوي؟ بنفرفطه. انتوا اذا عندكم وقت فيكم تنقعوه، تخلوه منقوع نهار كامل، منقوع 4-5 ساعات، بس انا عم بعطيكم شغله بسريع، يعني شغله السريعه ريحته بتشهي، ريحته بتاخذ العلق. انا بعشقه بالطبخ،
بالحراق اصبعه. صحيح روحوا شوفوا وصفه الحراق اصبعه. وهلا بنحط عليهم لهدول 400 جرام لترين مي، يعني كل 200 جرام تمر هندي بتحطوا له لتر مي، بس الغامق انتبهوا، الفاتح لا تسالوني ما بعرف، يعني انا بحب هذا الصراحه. بسم الله. ايه الله يبارك له قبل ما يصيروا. هاي اول لتر وهنحط لتر تاني. هلا عنا حركتين، يا بننقعه وبعدين بنغليه، يا دغري بنغليه اسرع شيء. وعندي كمان 400 جرام امر الدين. شو هذا دفتر ليلي ولا نهاري؟ تتذكروا امر الدين يا غوالي شلون كانت تفتح؟ انا الصراحه بحبها يعني اكلها هيك يعني. ايه ريحتها بتشهي عن جد، ريحتها يعني هيك بتذكركم برمضان عن جد. قالت لي مرتي اذا بتضل بكره ما بتتقطع معك بالسكين، فاحسن شيء شلون عم تفتوا خبز للفته نفس الشيء. ها هلا بعد ما نتفناها تناتيف بنحط عليها لتر مي من عين الفيجه. هلا امر الدين ما بنخاف منه، يعني هدول بياخذوا اكثر من لتر مي، بس انتم حطوا لتر وقد ما بيطلع سميك بتخفف، بيطلع سميك بتخفف، تعطيه مي يعني بتخلطوا عادي ما في مشكله. هلا كمان بنحطهم على النار جنب التمر هندي. امر الدين مدى ما غلى بتطفي تحته، وكمان التمر هندي مدى ما غلى بس بنطفي تحته خلص. هلا بنشيل امر الدين من على النار بسم الله وبنحطه على جنب. عنا خلاط بنخلطه على الخلاط، عنا بلندر بنضربه على البلندر، لازم ينطحن لحتى يعطي كثافه مزبوطة، لازم تطحنوه. بسم الله. وهلا بعد ما طحناه يا غوالي شايفين؟ انا شايف قوامه منيحه، بيختلف طبعا من نوع امر دين لنوع امر الدين، يعني كله انواع. بهي المرحله فيكم تضيفوا سكر، هي بترجع الشغله لكم، لكن انا ما بنصحكم، هو اساسا طعمه حلو. وهي التمر هندي، هلا من شان التمر هندي شغله مختلف تماما عن كل شيء اشتغلناه من قبل. اول شغله بنعملها بنصفيه بسم الله. تاني شغله بنعملها بنفركه هيك بالمصفايه، هو وسخن اذا فركتوه احسن. شايفيني من ورا الدخنه بيطلع كل شيء عصير منه، عرفتوا كيف؟ نحن وهيك عم نهرسه بنرجع بنعطيه شويه مي، يعني احنا حاطين لترين مي ل 400 جرام تمر هندي، لسه بياخد كمان نص لتر. بس تروح المي بنرجع بنحط كمان مي، بنضل نحط شويه مي شويه مي شويه مي لحتى تشوفوا بس بقيان يا دوب بزر. هلا شو بيصير نحن عم نحط مي بيبرد، يعني هذا التفل بيبرد، بنقوم شو بنساوي؟ بنشيل هي وبنشتغل بايدنا، بنعصر بايدنا لحتى يصفى هيك شوي، هيك شوي بيصفى هيك لازم. وهلا يا غوالي تقريبا نشف ريقه التمر هندي، عم لي خلص اتركني الله يخليك. شوفوا هيك زاد معي تقريبا، اخذوا معي لترين وربع مي. هلا عصرناهم 100% لساتهم سخنين. بنجيب كاسه سكر، يعني هدول 150 جرام سكر، فيكم تحطوا اكثر فيكم تحطوا اقل. هلا هو وسخن بننزل السكر، نحن عم نحرك هيك. وهلا شو بدنا نساوي اخر مرحله؟ بدنا نرجع بس نصفيه، بس تصفايه. ليش؟ لانه لما عصرناه بضل في هيك شويه تفل بيهربوا، يعني بيهربوا من شي مكان الا ما يهربوا. شوفوا لي على هالرغوه يا غوالي، شايفين رغوته ما احلاها؟ بياخذ العال، هي هيك تطلع لحالها اساسيه، مو مثل جماعه العرق سوس بتحطوا لهم كربونه لحتى تطلع الرغوه. نحن الرغوه لحالها بتطلع لك عمي. يلا بسم الله. شوفوا لي على هاللون الذهب، شايفين؟ هيك لازم يكون لون التمر هندي. وهيك يا غوالي بيكون التمر هندي مو جاهز معنا. ليش؟ لانه بس يبرد لسه بنحط له شغله، ما بتنحط هو وسخن لانه بتروح طعمتها. وهلا خلينا نحطه يبرد مع العرق سوس وامر الدين. وهلا يا غوالي بنطلعهم من البراد بعد ما شو بوظوا معنا وامورهم صارت باللوز. عندي ما في شيء بده اضافات، بس التمر هندي بنحط له نقطه ماء زهر. وهلا بدنا نصبهم، بس قبل ما نصبهم حزورة اليوم. ما بدكم تسمعوا شو حزورة اليوم؟ حقلكم شو حزورة اليوم. السيد المسيح عليه السلام كان يحكي لغة، هي اللغة كتير قديمة، كتير قديمة، لكن هي اللغة لحد اليوم في مدينة بالعالم تحكي هي اللغة. يا ترى يا غوالي هي اللغة شو هي؟ وشو المدينة يلي بيحكوا أهلا فيها؟ يعني الجواب تبعكم هو كلمتين، واحدة اللغة وواحدة اسم المدينة. إذا أنتم عم تتفرجوا على يوتيوب تنزلوا تحت على صندوق الوصف تلاقوا رابط موقع الشيف عمر، بتفوت على الرابط يا غالي دغري بتحط الجواب واسمك ورقم تليفونك بشكل صحيح. أهم شغلة تحطه بشكل صحيح، ومو مسموح تجاوبه أكثر من مرة. لكن إذا أنت يا غالي على فيسبوك تنزل تحت بالتعليقات بتلاقي الرابط. وطبعا في شرط مهم لازم نساوي، يلي هو في رابط لشركة نيو بارك للأجبان والألبان، بتلاقوه على فيسبوك بالتعليقات وبتلاقوه كمان باليوتيوب بصندوق الوصف. فوتوا على صفحتهم على فيسبوك وحطوا لهم لايك واكتبوا لهم تعليق حلو كمان يا غوالي. وهي بتكون حزورتنا لليوم، ورجونا شطارتكم. هلا هدول خلينا نروح نعبيهم بأباريق ونبلش شو نكركع. بسم الله يا فتاح يا كريم. قرب دابوري يا حباب.
حباب. وعندك واحد تمر هندي لهون، قرب يا حباب، قرب على البارد، قرب تابوري، قرب على الطيب. يا سمرة يا تمري هندي، يا أطيب مشروب عندي. قرب على الطيب، خذ لي هالدمعة يا حباب. خمير يا سوس، قرب على التمر هندي، أطيب تمر هندي عندي. قرب يا حباب، قرب يا طيب، قرب يا حباب، قرب 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 على الطيب. غوالي إذا مليتوا ريقكم شكلوا لنا أمورنا للفيديو. قرب قرب. خمير يا سوس. كان معكم الشيف عمر من ورا بسطة التمر هندي والعرق سوس. خلينا نروح نتسبب. سلام.